مفيش، مسافر بس يومين اسكندريه عشان الشغل. ماشي يا حبيبي، تروح وترجع بالسلامه. بقول لك ايه؟ نعم. بروح تقعدي يومين كده عند مامتك لحد ما اجي انا بكلمك. انا كل مره اروح عند ماما؟ لا انا هستناك هنا. لا ما ينفعش تقعدي هنا في الشقه لوحدك، وعشان اكون برضو مطمن عليك يا حبيبتي. يا حبيبي هيجرالي ايه بس؟ انت ناسي اني معايا مسدس واني صحفيه قد الدنيا ولا ايه؟ انا عارف والله يا روح، بس عشان اكون برضو مطمن عليك مش اكتر. حاضر يا حبيبي، خلاص هروح عند ماما. اوكي. الو عماد باشا، ازاي حضرتك؟ ايه جريمه قتل؟ ازاي؟ فين؟ تمام، انا هكلم وفاء ونيجي نغطي الخبر. خير في ايه يا حبيبتي؟ في حادثه قتل، انا لازم اروح اغطي الخبر. ايه حادثه قتل؟ مين قتل مين؟ واحد قتل مراته هي وعشاء عشان كانت بتخون. ده المفروض يكرموه بقى والله يا حبيبتي، ده الخيانه وحشه قوي. طبعا، انا هكلم وفاء وخليها تعدي عليا ونروح مع بعض نغطي الخبر. خلاص اوكي، انا همشي وانا راجع بقى في الطريق هبقى اكلمك. اوكي ماشي يا رب. الو وفاء، عماد باشا كلمني وقال لي في حادثه قتل، عدي عليا عشان نروح مع بعض. انت قتلت مراتك ليه؟ قتلتها عشان خاين. يا عم كنت طلقها وخلاص. يا باشا انا ما حسيتش بنفسي الا لما ماسك السكينه وبموت فيهم. بقول لك الكلام ده العشماوي. اسكت انت يا امين، اطلع بره. تمام يا فندم. انت برضه مصر على كلامك؟ قتلتها عشان خاينه يا باشا. برضه بتعترف برضه ان انت قتلتها وتثبت الجريمه عليك؟ الخيانه شيء صعب. يا باشا مدام ابتسام ومدام وفاء بره. خليهم يتفضلوا وخد المتهم ده معاك الحجز. قدام. ممكن صورة المحضر؟ ايوه بس لسه هيتعرض على النيابه الصبح. تمام انا عارفه، انا هبقى معاه في النيابه واتابع النيابه تطلع القرار ايه. ماشي. دقيقه وراجع لكم. اتفضل. الا قولي لي يا ابتسام، انت هتروحي تباتي عند مامتك النهارده؟ بصراحه مش عارفه، اصل ابن خالتي النهارده ومراته رايحين عندها، وانا مش عايزه اروح ابات عندها النهارده بصراحه. خلاص يا ستي تعالي باتي عندي النهارده. لا انا اروح شقتي وخلاص. يا بنتي ما انت جوزك بيفضل يزعق لك ويقول لك ما تباتيش لوحدك، روحي باتي عند مامتك بقى. لو عرف ان انا رحت عند مامتي وزدت عندها وابن خالتي هناك هيبهدل الدنيا، انت عارفه هو بيغير منه قد ايه. وبعدين معاكي خلاص براحتك. انا اسف اتاخرت عليك. لا ولا يهمك. انا بشكرك جدا يا عماد بيه على مجهوداتك الفظيعه اللي ساعدتنا في تثبيتنا للجورنال. على ايه؟ انتوا مصاحبين مجتهدين وربنا يوفقكم. يا رب.
ان شاء الله اشوف حضرتك في النيابه بكره. باذن الله. بقول لك يا حبيبتي، ايه يا حبيبي؟ هي ابتسام مش بتخاف تنام لوحدها؟ لا يا حبيبي، ده جوزها مرخص لها مسدس من زمان. اه. طب ما كانت جت بيت معاكي. جوزها بيغير عليها برضه. بيغير عليها؟ طيب يا حبيبتي، اخش اريح ساعتين عشان خاطر ايه؟ انا هلكان. ماشي يا حبيبي، وانا كمان هحصلك. ماشي يا قلبي، اياك ما يجيش تليفون يقول لي في واحد اكل دراع مراته. لا لا لا، ما تقلقش، انا اصلا هسيب تليفوني هنا وادخل انام لاني تعبانه جدا. الو. ايه؟ ازاي؟ طب اهدي، استني. حاضر حاضر، انا اكلم المحامي واجيلك على الاسم. حاضر، سلام. في ايه يا وفاء؟ مش عارفه. اسم ايه ومحامل مين؟ في ايه؟ مش عارفه، ابتسام في الاسم وانا مش عارفه اعمل ايه. ابتسام في الاسم؟ احنا مش لسه موصلينها البيت؟ مش عارفه حاجه. طب اهدي، طيب اهدي بس، اهدي. افتكرت، انا هكلم الضابط دلوقتي واخليه يجي معايا الاسم عشان افهم اي حاجه، انا مش فاهمه حاجه. الو. ايوه مدام وفاء، هي مدام ابتسام قدامي اهي. الموضوع كبير جدا وهي مش عايزه تتكلم. اللي حصل ان مدام ابتسام قتلت 2 بالنار، جوزها وواحده تاني. حاولوا تيجي تقنعها عشان تتكلم، لان السكوت مش في صالحها. لازم تشوفوا محامي، الموضوع كبير جدا، دي جريمه قتل. انا في انتظار حضرتك. سلام. ايه يا مدام ابتسام، مش عاوزه تتكلمي برضو؟ على فكره انت صحفيه، وعدم الكلام ممكن يوصلك للاعدام. مدام ابتسام، انا مقدر اللي انت فيه. ممكن تكلميني ان احنا اصحاب، مش انا ضابط وانت متهمه. عماد، انت عارف لما تكون انت القتيل وبيحاكموك على انك القاتل؟ مدام وفاء والمحامي واقف. تمام يا دكتور. انا اسفه يا عماد بيه. على ايه يا مدام ابتسام؟ انتوا الصحفيين المحترمين اللي اتعاملت معاهم قبل كده، ولازم تخليها تتكلم عشان تساعديها، لان السكوت مش في صالحها. هسيبكم انا مع بعض وحاولوا تقنعها انها تتكلم. اتكلمي يا بنتي، احكي لي ايه اللي حصل. مش عارف. انا نزلت من العربية وطلعت الشقة، فتحت الشقة، فتحت الباب،
دخلت لقيت جوزي نايم على سريري مع واحدة تانية. محسيتش بنفسي غير وانا بضرب عليهم نار. محسيتش بنفسي غير وانا انت كنت بتدافع عن شرفك وعن بيتك، ما تقلقيش واكيد القاضي هيقدر كده. للأسف دي جريمة، هي قتلت 2 بس لازم تثبت في المحضر إن كان في واقعة زنا. ما تقلقيش وما تخافيش، انا جنبك وكلنا معاك. انا بس كل اللي طالباه منك انك تسمعي كلامي وحقيقي احلى عماد باشا، علشان محضر الشرطة هو الاساس. صعب ازاي؟ ده قضية دفاع عن الشرف والكرامة. للأسف القانون صريح في حالة ابتسام. المهم إننا نقدر نثبت إن كان في هناك واقعة زنا، ما كانش فيه نية القتل العمد. لو قدرنا نثبت كده ممكن ابتسام تاخد براءة؟ براءة مستحيل، بس ممكن نخفف الحكم. ازاي؟ دي بتدافع عن جوزها وبيتها، يعني لو الراجل هو اللي قتل مراته عقوبته القانونية هتكون ايه؟ حسب القانون ممكن ياخد براءة أو حكم مخفف مع إيقاف التنفيذ، لأنه كان بيدافع عن شرفه. إنما الست وضع مختلف، ممكن الراجل يتجوز 2 أو 4، إنما الست لا. حتى لو التانية مراته، ازاي يكون معاها في فراش الزوجة الأولى؟ لازم يكون في قانون يحدد ده. وهو ازاي القانون ممكن يحكم حكمين مختلفين؟ هي نفس القضية، واحد براءة والتاني سجن، هو ده اسمه قانون؟ والله يا أستاذ محمود ده قانون، والقاضي بيحكم بناء على أوراق وأدلة، والقانون ليه حد أقصى في الحكم وحد أدنى. معلش يا أستاذ محمد تعبينك معانا. ازاي ما تقولش كده، ده اختنا، لازم نقف جنبيها كلنا. بقول لك ايه، هي قرصة ابتسام بكره؟ ربنا يسترها. جلستها هي والراجل اللي قتل مراته في نفس اليوم. كويس كده، ان القاضي اللي هيكون موجود قدامه قضيتين في قضية واحدة، الراجل اللي قتل الست علشان بتخونه، والست اللي قتلت جوزها علشان بيخونها. يمكن لما يدرس القضيتين يكون رحيم بابتسام. الغريبة ان الشرع مساوي في العقوبة ما بين الراجل والست في القتل وفي الزنا. صحيح غريبة ان الشرع مساوي بين الاتنين وحكم البشر فرق ما بينهم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسن عبد السلام محمد بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وحكمت المحكمة على ابتسام حسين السيد بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة. عدلك فين يا قاضي لما تساوي الجرايم؟ تحكم عليا ليه ولا ميزان العدل نايم؟ انا جريمتي ايه عشان تحكم عليا وبات وسط المساجين ودمعتي مالية عيني؟ عدلك فين يا قاضي لما تساوي المظالم؟ ازاي القضية واحد بريء والتاني ظالم؟ العدل فين صحوه؟ الحكم منين جابوه؟ لما جريمة واحدة يبقى ده حكمك ليه؟ يبقى ده حكمك ليه؟
فين ولا بتحكم براحتك؟ قانون ايه ده يا ناس؟ لو يجي على مصلحتك، لو يجي على مصلحتك يفرق بين البشر لما القلوب تموت، الظلم لازم ينتشر. عدلك فين يا قاضي لما تساوي المظالم؟ ازاي القضية واحدة واحد بريء والتاني ظالم؟ العدل فين صحوه؟ الحكم منين جابوه؟ لما جريمة واحدة يبقى ده حكمك ليه؟ يبقى ده حكمك ليه؟